السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن صحة واحسن حال وراحة بال من رب العالمين. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي كده على النبي، كنا ننزل في الكومنتات نصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو النهارده بإذن الله يعجبكم جدا. انا نزلت كده جبت شوية مشتريات. انا الشهر دوت انا ماشيه ميزانيه اسبوعيه، يعني ميزانيه الاسبوع. انا معايا يعني عامله لنفسي كده 1000 جنيه في الاسبوع. فطار وغدا وعشاء ل6 افراد في الاسبوع. تمام. زي ما انتم شايفين جبت اول حاجة معايا الفاصوليا الخضراء ب10 جنيه. وطبعا لما تيجي تجيبي الفاصوليا الخضراء تجيبي كده الفاصوليا اللي تمسكيها تلاقيها كده بتتقطم معاكي بتعمل صوت كده، دي كده تعرفي ان هي صبحة. الفاصوليا حلوة معاكي. تمام. انا الكيلو ب10 جنيه، ده كله كده ما شاء الله كيلو. انا هاخد نص كيلو بس هطبخه، والنص التاني هفرزه واشيله في الفريزر. وانا كنت منزلكوا قبل كده تفريز الفاصوليا في فيديو. جبت الطماطم بقى يا بنات رفعت النهارده الطماطم ب8 جنيه. وقالوا لي لو استنيتي كمان هتبقى ب10 وب12. فاللي لسه ما خزنش طماطم يبدأ يخزن كده طماطم عشان الطماطم سعرها هيرفع. تمام. انا جبت الكيلو وربع ب10 جنيه. والرز فيه ب26 الكيلو، وفيه ب29. الشعرية ب22 جنيه الكيلو. تمام. انا جبت نص كيلو رز وربع كيلو شعرية، وجبت ب5 جنيه مرقة دجاج. ودي كده كان مشتريات اليوم بتاعي النهارده. وطبعا انا عدى كذا يوم من اول الشهر، فطبعا انا بمشي بحذر يا بنات على قد ما اقدر، عشان عايزه يعني اعمل على قد ما اقدر اوفر فلوس. يعني انا ايه، انا باخد مثلا، لو يعني انا باخد مثلا الخمسة بمشي كل اسبوع ب1000، يبقى كده ال4 اسابيع بال4000، وال1000 جنيه التانية اللي هي الخمسة دي بشيلها على جنب كأني ما باخدهاش. تمام. فبمشي نفسي بالاربعة على قد ما اقدر، وساعات كمان بوفر منهم. وبجيب منهم كمان يعني حاجات كمان لخزين رمضان. فانا ال1000 دي مش هاجي جنبها خالص، هحتاجها بإذن الله لرمضان. يعني أنا هشيل 1000 لرمضان من أول الشهر دوت. وطبعا ببدأ برضو من مصروف الأسبوع، لو في حاجة زي كده الخضار رخيص قدامي ببدأ برضو أخزن. الفراخ جايبة الوراك 3 كيلو وراك ب120 جنيه الكيلو، عامل 95 جنيه من الأوراك. دوت مسحوق اوتوماتيك روعة ب30 جنيه بس، جميل جدا. وجبت كمان 3 أكياس صابون. 3 أكياس صابون، جبت بصراحة 4 بس واحد فضيته وغسلت كده المواعين سريعا. ال- سعر الصابون معانا الكيس ب5 جنيه، يعني كيلو صابون ب5 جنيه. وهنا بقى كمان كنت جبت سمنة روابي اللي هي بطعم القشطة، جميلة جدا. حلوة قوي بصراحة. الكيلو كان ب100 جنيه، انا جبت نص كيلو ب50 جنيه. عايزه اقول لكم ناس كتير قوي شكرت لي فيها. قلت بصراحه يعني اجيبها واجربها، جربتها يعني من فتره كده قريبه وعجبتني جدا، فقلت اجيبها تاني. بصراحه حلوه قوي. انا عايزه اقول لكم ريحتها جميله. بصوا تحسي ان انت يعني بصوا كانها سمنه بلدي. وريحتها كانها كده يعني بالسمنه البلدي او بالقشطه. بصراحه جميله جدا. عجبتني قوي بصراحه وقلت يعني اقول لكم عليها في الفيديو. يعني اللي ما جربهاش يجربها بصراحه، هتعجبكم جدا بإذن الله. انا جبت نص كيلو زي ما قلت لكم، عشان انا ماشيه بالميزانيه اللي هي الاسبوعيه. فانا مش عايزه يعني اجيب اكتر من كده، وانا طبعا مش هستعمل النص كيلو كله في الاسبوع. انا طبعا هستعمل اقل من كده. فممكن يعني النص كيلو ده يقعد معايا اسبوعين او اكتر كمان. ان انا طبعا مش كل يوم ببقى يعني طبيخ، يعني يوم طبيخ ويوم بمشي بطاطس محمره جبنه بيض كده، فيوم يعني بيشيل يوم. تمام. فده كده النص كيلو. ودي علبة سمنة عندي روابي برضو كانت فاضية. وطبعا انا بفضل السمنة السايبة لان طبعا بتكون احسن وسعرها اقل. وهنا بقى الاولاد كانوا عايزين يتعشوا، فقلت اعمل لهم صينية كيكة بالشوكولاتة. آم، بتبقى جميلة جدا. طبعا قلت يعني اعمل صينية كيكة بالشوكولاتة واعمل جنبها كده ايه شاي بحليب. وده كده يبقى العشاء بتاعنا النهارده. تمام.
ودي باذن الله تكون اخر حاجه معانا في الفيديو بتاع النهارده. هنا كده معانا اول حاجه جبت شفشة الخلاط. هنحتاج الاول حوالي كده كوبايه سكر، سكر عادي يعني، تمام، حبيبات. زي ما انتم شايفين كده، الكوبايه اللي هعاير بيها هي الكوبايه اللي هعمل يعني همشي بيها بقيه المقادير والمكونات بتاعتنا، تمام. كوبايه موحده. بعد ما نزلت بكوبايه من السكر، هنزل بنص كوبايه كده من الكاكاو الخام، اللي هو الاسباني. هنا بصراحه كان عندي مخلوط، كان عندي اسباني على اللي هو العادي دوت، بس مش اللي هو برضو محلى، كاكاو غير محلى، تمام، زي ما انتم شايفين. ونزلت بيه في الخلاط بتاعنا. هحتاج برضو حليب، هحتاج كوباية من الحليب. وده كيس نسكافيه اللي هو سريع الذوبان، بيدي طعم لصوص الشوكولاتة خطير جدا، بيودي كده صوص الشوكولاتة يعني، بصوا، في مكان تاني خالص. طعمها بيخلي طعمها حلو اوي فعلا. وهنا كنت بجيب الحليب او اللبن. انا هحتاج كوباية من الحليب، او زي ما انتم شايفين انا كنت جايبة الحليب وغليته وسبته يبرد، وضفت كده كوباية من الحليب. وهحتاج كمان ظرف من الفانيليا لصوص الشوكولاتة. يعني احنا كده بنعمل صوص شوكولاتة الاول، اللي هو هنزين بيه الكيكة بتاعتنا بعد ما تطلع من الفرن. تمام. ادي كمان ظرف الفانيليا. هاخد بقى كل الكلام دوت وفي الخلاط لحد ما الصوص بتاعنا كده يبقى ايه. آم، هنا طبعا كنت بجهز كمان الزيت. انا كنت محتاجة نص كوباية من الزيت. بس الزيت، بس انا مش هنزل بيه دلوقتي، تمام. انا هضرب الاول كل المكونات دي في الخلاط، وبعد كده انا هنزل بالزيت دوت، يعني زي خيط رفيع كده او حبة بحبة، تمام، عشان يديكي صوص شوكولاتة تقيل كده حلو، تمام. وهنا هوت كده بعد ما اتضرب معايا صوص الشوكولاتة، طبعا انا كنت لسه هضيف الزيت بعد طبعا ما السكر يعني اتضرب مع الحليب والكاكاو. ضفت اهو زيت، ضفت حبة وضربت ورجعت تاني هضيف حبة كمان. بصوا ضفت كله بقى، خلاص زهقت. هو المفروض طبعا والاحسن ان انتي وهو الخلاط يكون شغال تنزلي كده بخيط رفيع على الصوص، بس هو اداني نفس النتيجة. بصوا زي ما انتم شايفين، صوص شوكولاتة طعمه جميل جدا. طبعا لونها غامق زي ما انتم شايفين، لان انا كنت جايبة كاكاو اسباني، وكان عندي حبة بس صغيرين من الكاكاو اللي هو العادي. بس طبعا الاسباني يعني يفضل ان هو يكون اسباني، بيديكي نتيجة احلى، وبيديكي لون الشوكولاتة اللي انت شايفاه دوت اللي هو الغامق. وطبعا وبتبقى طعمها جميل جدا. خلاص انا خدت كده كوبايه وحشتها كده على جنب، عشان دي اللي هزين بيها الكيكه بتاعتنا. هنزل بقى في بقيه كده نفس الشفشه، طبعا في كميه طبعا من الصوص الشوكولاته. نزلت باتنين من البيض، وهنزل عليها بكيس فانيليا. وهضربهم ضرب كده متقطع. كل شويه انا هضربهم حبه حلوين كده، واضرب البيض حبه زي ما انتم شايفين اهوت كده. انا ضربت البيض مع بقية الصوص اللي كان في الخلاط، تمام. بس طبعا دوت هيكون قليل على كمية ال
على الكميه بتاعه الدقيق دوت كوبايتين، مجين ونص من المج اللي انا وريتهولكوا، اللي انا كنت بعاير بيه صوص الشوكولاته. قلت لكم المج ده هو ده اللي هنستخدمه في بقيه المكونات بتاعتنا، تمام. مجين ونص، ونخلتهم كويس جدا. حطيت ذرة ملح زي ما انتم شايفين، حطيت كيس كيك شيف، تمام. وهضيف كمان كاكاو، كان عندي حبة كده بصراحة زي ما انتم شايفين اخر حبة، فقلت احطهم بقى وخلاص، مش مشكلة. وابقى اشتري تاني يعني بإذن الله. اهو زي ما انتم شايفين، ابدأ كده ان انا اقلب المكونات الجافة معانا كويس جدا بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. طبعا لازم تقلبي كويس جدا، لازم ندمج كل المكونات الجافة مع بعض. لازم اتاكد ان البيكنج باودر والدقيق وذرة الملح، طبعا ذرة الملح دي ضرورة جدا. اولا هي بتعادل الطعم للكيكة، وتاني حاجة ان هي طبعا سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام. فذرة الملح دي ضروري جدا. انا نزلت اهوت بالخليط السائل، بس زي ما قلت لكم الخليط دوت هيكون قليل. انا كده هحتاج الحليب، فانا عندي آم، حبة كده من الحليب، حوالي نص كوباية. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهوت، وهرجع اضربهم في الخلاط مكان الشفشق تاني، او شايفين، او انا كده ضربتهم تاني في الشفشق. وبرضو هحتاج، انا كده حطيت حوالي نص كوباية من الحليب تاني. وهحتاج برضو هحتاج مية. عندك حليب تمام كملي بالحليب، ما عندكيش كملي بالمية. انا برضو زي ما انا هعمل كده هكمل بالمية. هبدأ بقى طبعا انزل بالمكونات اللي جافة معانا، اللي هو خليط الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر. هنزل بيه كده يعني حبة، وابدأ ان انا كده اقلبهم بالمضرب في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين، تمام. لحد ما احس ان الدقيق بيبدأ يختفي معايا شوية بشوية، ابدأ انزل بحبة كمان لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا في الطبق. زي ما انتم شايفين انا لسه ما خلصتش الكمية، وبدأ الخليط يكون تقيل معايا زي ما انتم شايفين. طبعا انا عايزة خليط كيكة يكون مظبوط، ولا تقيل ولا خفيف. انا هحتاج لمية. طبعا انا كل ده ما غسلتش شفشة الخلاط، لان انا نفس المكان اللي الخلاط هجيب مية، تمام. بصوا زي ما انتم شايفين كده الخليط بدأ يبقى تقيل معايا، والمضرب بيمشي زي ما انتم شايفين كده، بصوا بالعافية. هحتاج برضو حوالي نص كوباية من المية. وكمان اصلا انا عايزه اقول لكم ان نوعيه الدقيق بتختلف. انا كنت مستعمله هنا الدقيق الضحى. طبعا دقيق الضحى لا غنى عنه، انتوا طبعا عارفينه. نوع كويس جدا وحلو قوي، ينفع لاي حاجه بصراحه. فطبعا نوعيه الدقيق بتفرق. عشان كده يعني دايما لما تيجي تكوني مثلا بتعجني، اذا كان في عجين اذا كان في كيك، لما تيجي تنزلي بالمادة السايلة، بلاش يعني مثلا ايه زي ما انا هوريكم دلوقتي كده. انا كده بدأ الخليط زي ما انتم شايفين، خلاص كده انا محتاجة، او انا كده جبت شفشة الخلاط وحطيت فيه مية. انا كنت ممكن انزل بالمية مرة واحدة، بس طبعا قلت لكم دي بيفرق.
فطبعا يستحسن عشان ما تبوظيش حرام الكيك، والحاجة طبعا غالية والمكونات طبعا دلوقتي والمقادير بتبقى غالية. فبلاش يعني، فطبعا ننزل بكمية بسيطة زي ما انتم شايفين كده، لحد ما انا اشوف بعناية كده القوام المظبوط للكيكة. زي ما قلت لكم، ولا قوام تقيل ولا خفيف. وابدا اقلب فيه طبعا كل التقليب اللي انتوا شايفينه دوت في اتجاه واحد. طبعا بقى هحتاج صينية ودهنة دهنة زيت كده. تدهني الصينية زيت، طبعا براحتك. استعملي بقى صينية ألمونيا، صينية تيفال، جرانيت زي ما تحبي. انا هستعمل النهارده صينية ألمونيا. بس الصينية الألمونيا كانت كبيرة بصراحة على على المكونات اللي انا حطاها، كوبايتين ونص من الدقيق. وطبعا الصينية دي ما شاء الله كانت اكبر صينية في الصواني الألمونيا المدورة. آه، فهي كانت عايزة صينية اقل من كده. تمام. انا استعملت بصراحة الكبيرة ديت عشان تقضي كده. الصينية بتاعتي هي مدهونة دهنة زيت. انا دهنتها يعني زيت، بطنتها بالزيت. بصوا انا عايزة القوام ده كده، ولا قوام تقيل ولا خفيف. بصوا انتوا شايفينه عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. انا ولادي بيموتوا في الكيكه ام شوكولاته، بيحبوها جدا. يعني لو عملتها لهم كل يوم ما يزهقوش منها، بالعكس بيحبوها قوي. انا عايزه اقول لكم ان صوص الشوكولاته ده لوحده اصلا يعني طعم تاني. وبصوا جميل جدا. يعني انت حتى لو ما عملتيش الكيكه ام شوكولاته وعملتي الصوص وجبتي كده فينو وعملتي عملتيه كده زي سندوتشات كده زي النوتيلا، عملتيها كده كبديل للنوتيلا. بتبقى جميلة جدا. والله العظيم يعني ما تفريش عن نوتيلا كتير. تمام. عايزة برضو تديها طعم اكتر، ممكن كيس النسكافيه لو بطعم البندق دوت تضربيه مع مع الصوص، هيديكي بديل لنوتيلا. تمام. ممكن بقى لو عيش ابيض برضو زي ما تحبي يعني. تمام. بصوا هنا بقى الاضاءة مش عارفة كان ايه اللي حصل بصراحة للتليفون، وما خدتش بالي. هي كده بعد ما انا دخلتها الفرن وخرجتها كمان. هي انا دخلت الصينيه على الرف الاوسط لمده نص ساعه، وعلى درجه حراره 180، واختبرتها بالخله. الخله طلعت معايا نظيفه، اللي هي عصايه الشيش طاووق طلعت معايا نظيفه. طالما طلعت معاكي نظيفه اعرفي كده ان الكيكه بتاعتك استوت. قفلت عليها، طلعتها بردت. بلاش تحطي سيس الشوكولاته، صوص الشوكولاتة وهي سخنة، هتلاقيه سايح كده في الكيكة وطعمه مش هيكون حلو خالص. فيستحسن ان انتي تستني عليها لما تبرد تماما و... وتبدأي تعملي تدهنيها كده او تزينيها بصوص الشوكولاتة. زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه اقول لكم ان هي كانت طعمها جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. وكان يعني وكانت بألف هنا وشفا، جميله جدا. وكانت طعمها حلو قوي. وعملناها باتنين بيضة بس. انا عايزه اقول لكم ان المكونات ديت كانت مقادير الكيكه كانت عندي. الحاجه الوحيده بصراحه اللي كانت خلصانه كان هو البيض. البيض والحليب. انما الدقيق والكيك شيف والفانيليا والتزيين دوت كان موجود عندي برضو. كده خلاص. بعد ما انا عملتها زي ما انتم شايفين كده، لو انا بقى كنت عملتها وهي سخنه ما كانتش هتبقى كده، كنت هتحسوا كده ان هي سايحه كده وشكلها مش حلو، مش زي ما انتم شايفينها كده. تمام. فيستحسن ان انتوا تسيبوها تهدى خالص. نزلت كده زي ما انتم شايفين كده بالشوكليت ديت، بتتباع عند مستلزمات الحلواني. الحبة دول كانوا ب3 جنيه.
طبعا التزيين دوت زي ما تحبي يعني، انتي وراحتك. تمام، انتي ممكن تستكفي من غير الشوكولاتة اللي انا بحطها ديت. هي بتبقى جميلة جدا، مش محتاجة بصراحة اي حاجة تاني تتحط عليها، بس هو يعني هو كان عندي. فانا قلت ازين بيها يبقى شكلها كده برضو حلو كده والولاد كده يفرحوا برضو تغيير. بصي بقى، عندك مناسبة وطبعا عارفين اسعار التورت عالية، ممكن تعمليها زي تورتة. لو ممكن كمان تحطيها في الصواني اللي هي بتتفتح ديت، بتتفتح. او طب تبطنيها كده وتحطي ورق زبدة وتقلبيها عادي وتزوقيها بقى براحتك. بصي شغالة معاكي كل حاجة يعني. تمام. بصوا يعني بقى، وزينها بقى براحتك بقى، ممكن تحطي لها كمان بقى ايه، صوابع اللي هو الشوكولاتة ديت، الويفر ديت. مكعب شوكولاتة او مكعبين كده تبشري عليها شوكولاتة. بتبقى برضو جميلة جدا، شوكولاتة خام كده وتبشريها بتبقى حلوة قوي. تمام. يعني تبقى معاكي يعني، بصوا حلوة جدا اقتصادية، تنفع معاكي مناسبات زي ما انا قلتلك، عيد ميلاد ودلوقتي الاسعار غالية. تنفع معاكي. آه ما شاء الله يعني حلوة جدا. انا عاملاها بصراحة للعشاء، انا ما كانش عندي مناسبة، بس انا عملتها للعشاء للاولاد ولينا، زي ما انتم شايفين. هي كانت جميلة جدا. هنا بقى انا بدأت خلاص اقطعها، والاولاد بقى بصوا انا عايزه اقول لكم ان هم كانوا واقفين فوق راسي، يعني بصوا والله العظيم واقفين عايزين ياكلوا. من حاجه بسيطه بقى قدرت افرح اولادي. بكوبايتين دي، كوبايتين ونص دي كانوا عندي، واتنين بيضه. عملت إيه؟ بصوا زي ما انتم شايفين كده، صينيه كيكه بالشوكولاته، يعني منها حاجه حلوه ومنها كمان عشوه.